اللي جوه العلاقه دي مش هيعرف يفرق، لكن اللي من بره بيبص على العلاقه دي بيلاقي فيها ايه؟ بيلاقي علاقه عباره عن علاقه استغلال. انا لو انا الشخص، خصوصا لو انا الشخص اللي متعلق اكتر، فعايز الشخص ده معايا على طول. لو الشخص التاني اتسحل معايا خلاص انا هستغله، هسيطر عليه. ده شكل من اشكال العلاقه. في شكل تاني دايما في سوء تفاهم. دايما في سوء تفاهم. انت قلت لي الكلمه دي عشان عايز تسيبني. اصل جوزي بيلمح، بالظبط، جوزي بيلمح للموضوع ده عشان عايز يسيبني او عايز يسيب البيت. خطيبي بيلمح عشان عايز يفك الخطوبه. دايما في سوء تفاهم، دايما في خناقه. طبعا. مشكله العلاقات اللي زي دي ان حتى الشخص التاني لو هو يعني شخص كويس وما عندوش تعلق مرضي، او بنسميه احنا تعلق غير امن، مش تعلق مرضي، تعلق غير امن. حتى نفسه هو ممكن يتسحل معايا نفس الكلام او يبدا يتخنق. انا مش لازم اكون معاكي طول الوقت، انا مش لازم اكون حواليكي طول الوقت. مش بس كده، ده ساعات العلاقه بتعطل نمو الشخص. طبعا. يعني لو انا الشخص اللي متعلق اكتر حاجه، انا الشخص ده متعلق بيه 100%، فايه اللي ممكن الشخص ده يعمله عشان ينمي نفسه؟ لما انا شايفه كامل، طول ما انت بتقول لي انا بحبك خلاص، انت ما بتعملش حاجه تاني، انا مش عايزك تعمل حاجه غير كده. طول ما انت موجود معايا طول الوقت خلاص، انت مش محتاج تنمو في اي حاجه تاني. خلاص انت كده زي الفل.